تعليق كابتن محمد أبو تريكة على مدرب النادي الأهلي يستروب بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري، حيث قال تريكة تصريح مهم جدا جدا عن مدرب الأهلي يستروب، حيث قال تريكة: الراجل ده مستلم فريق منهار بدنيا ومن غير فترة اعداد ولا اختيار لاعبين، وبيحاول يطبق افكاره وهو وسط طوفان ماتشات وضغوط غير طبيعية. الفريق حاليا من غير مهاجم يترجم كل افكاره، واقرب مهاجم موجود هو على بعد سنين ضوئية من وسام ابو علي، مستلم دفاع من بعد رحيل عبد المنعم، وهو الادوات الموجودة صعب تساعد المدرب حاليا، ومع ذلك في لاعبين مستواهم الفردي بيتطور من ماتش للتاني، والفريق بقى ليه شكل هجومي، وكل يوم الراجل بيفهم ادواته اكتر. الراجل ده لو توفر له مدافع سوبر ومهاجم سوبر في يناير هتشوف نسخة عظيمة من النادي الأهلي. وعن تعليق اليو ديانج من محمد أبو تريكة، حيث قال: ديانج ما ينفعش يمشي، ديانج أهم لاعب تكتيكيا مع يستروب في آخر 3 ماتشات تحديدا، والقصة مش انطباعات لحظية مش منطقية، وديانج شايل الأهلي يتقال إنه عظيم، لو ماتش وحش يتقال يمشي، مش هينفع كده. علشان تبيع او رحيلي اليو ديانج عن النادي الاهلي مين 6 يعوض البروفايل ده جوه القاره، ولا هنروح نجيب لاعب اجنبي بعد كام شهر لما نكتشف ان عندنا ازمه ونشتريه بمبلغ كبير غير عقده؟ طيب ما ديانج هيكلفك راتب فقط، ولا هنروح نعوضه ب3 ولا 4 لعيبه محليين نجرب فيهم ولا عندهم خبرات دوليه زي لاعب اساسي في منتخب مالي ويتقال دول الاعظم والافضل ومستقبل مصر، وفي الاخر يبقوا بره القائمه؟ عايز تبيع اليو ديانج انا معاك، بس ما تقولهاش وتسيبني اغرق، لا قول لي هتعوضه ازاي. زمان كان في اكرم والسوليه وخيارات كتير، دلوقتي للمره المليون هتعوضه ازاي؟ متعب وبركات وكابتن مصطفى عبده وحتى من الزمالك حلمي طولان وشيكابالا نفسه كلهم قالوا نفس الرأي. لو عايز تبني فريق قوي فانت محتاج تبني وعندك لاعب زي اليو ديانج. الكلام ده لا عاطفة ولا تحيز لديانج، انما مين اجنبي سوبر خرج من عندنا وعوضناه بسهولة بحد احسن منه. لو عندنا 5 اجانب في 3 منهم خروجهم من القائمة منطقي وقابل للتعويض فنيا اكتر من اليو ديانج.